كمية بوستات من الفنانين على أعمالهم الدرامية في رمضان كتير قوي. من امتى الفن بيتقيم بالترند؟ من امتى الفن بيتقيم ان دوت جاب مشاهدات اكتر، وده جاب مليار، وده جاب نص مليار؟ زي اللي حصل مع البوستات اللي احنا سمعت عنها من كام يوم. والبوست بتاع ياسمين عبد العزيز اللي جاب وتقابل حبيب جايب مليار و24 مش عارفة كام ألف مشاهدة. يعني من امتى احنا بنقيم العمل بالترند؟ من امتى بنقيمه بالبوستات والترند؟ العمل بيقيم لما يكون حاجة مفيدة والناس حبته والناس دخلت وشافته، بيقيم بعدها. لان احنا من زمن الزمن، واحنا ايام ما كانوا بيعملوا تمثيليات والافلام، كانوا بيقيموا العمل بالحاجة المفيدة اللي فيه، القصة الحاجة اللي هتوصل للجمهور، اللي هم عايزين يوصلوها، المعلومة الصح، الخبرة، القصة النضيفة اللي هتوصل لهم، المعلومة، النصيحة. ده اللي كان بيبقوا عايزين يوصلوه، ده بيقيموا فيه العمل. لكن دلوقتي العمل بيقيم بالترند، ان مين جاب شهرة اكتر، مين جاب مشاهدات اكتر. يا جماعة العمل مش بيقيم بكده، بيقيم باسلوب العمل واسلوب الفنانين وطريقة المشاهدة، وطريقة التقديم بيها، بيقدموا بيها ازاي، يقدموا ايه مفيد للمجتمع. هو ده اللي بيقيم العمل. صح ولا انا غلطانة؟